السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت هو أغلى حاجة عندنا، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. للأسف كتير مننا بيحس إنه بيضيع وقته على حاجات مش مفيدة، وفي آخر اليوم يلاقي نفسه ما أنجزش أي حاجة. علشان كده هنتكلم عن 5 طرق عملية ودينية هتساعدك تستغل وقتك بكفاءة إن شاء الله، وتحقق توازن بين العبادة والعمل والدنيا. أول حاجة، ابدأ يومك بصلاة الفجر والبكور. اليوم اللي بيبدأ بصلاة الفجر بيكون مليان بركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يعني لو بدأت يومك بدري هتلاقي عندك طاقة وإنجاز أكتر بكتير. جرب إنك ما تنامش بعد صلاة الفجر، واستغل الوقت ده في التخطيط ليومك، قراءة القرآن أو إنجاز مهمة صغيرة، وهتشوف الفرق بنفسك إن شاء الله على المدى البعيد. تاني حاجة، استخدم قائمة المهام بذكاء. الصحابة والتابعين كانوا بينظموا وقتهم بدقة شديدة جدا جدا جدا، وده سر إنجازهم العظيم. علشان كده لازم تكتب مهامك اليومية وترتبها حسب الأولوية. استخدم نوتة أو تطبيق على الموبايل، وابدأ بالحاجات المهمة. زي ما بيقولوا: ما لا يكتب لا ينجز. ثالث حاجة، اغتنم أوقات الفراغ في الذكر والعلم. في أوقات كتير خلال اليوم بتضيع من غير ما نحس، زي وقت المواصلات أو انتظار أي حاجة. بدل ما بنضيعها على السوشيال ميديا والسكرول والفيديوهات والحاجات اللي ملهاش لازمة، جرب تستغلها في التسبيح، الاستغفار، الأذكار، قراءة القرآن. ممكن تقرأ كتاب، تفتح كورس، تعمل أي حاجة مفيدة. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاستغل وقتك في ذكر الله وهتحس ببركة إن شاء الله. رابع حاجة، قاعدة 20-80. ركز على الأهم. في قاعدة اسمها 20-80، وبتقول إن 80% من النتائج اللي بنحققها بتيجي من 20% من شغلنا. يعني بدل ما تضيع وقتك في تفاصيل صغيرة، ركز على الحاجات فعلا اللي هتفرق معاك، وخلي دايما أولوياتك واضحة، وابدأ باللي هيفيدك في آخرتك قبل دنيتك. خامس حاجة، لا تؤجل العمل اليومي إلى الغد. التسويف والتأجيل من أكبر الحاجات اللي بتضيع في وقتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم 5 قبل 5. حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. يعني ما تستناش لحد ما تلاقي نفسك غرقان في الشغل أو وقتك ضاع، وابدأ دلوقتي. حدد وقت لكل مهمة وابدأ بالأهم، وما تأجلش أي حاجة ممكن تتعمل النهاردة. وختاما، الوقت هو نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، ولازم نستغله صح. الحسن البصري رحمه الله بيقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. فخلينا نستغل كل لحظة في حاجة مفيدة، ونجمع بين العبادة، النجاح في الدنيا، وإن احنا نقضي وقت ممتع من غير ما نضيع وقت. لو حاسس إن الفيديو ده فادك، شاركه مع غيرك عشان تاخد الأجر والثواب وهو كمان يستفيد. وما تنساش تقولي في الكومنتات إيه أكتر نصيحة عجبتك. أنا عبد الرحمن شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.